السلام عليكم الاخوان، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كي داير المتتبعين ديالي؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير وبصحه وعافيه ان شاء الله يا رب. تنشكر جميع المتتبعين ديالي والمتتبعات، تنشكركم بزاف بزاف بزاف، جزيل الشكر. وكنتمنى لكم حظ سعيد في اي حاجه درتوها، لان متبعني من الاعماق ديالكم، وعلى داك الكومنتار اللي كديروا ليا كيعجبني بزاف. وتنشكر الاخت ماجده لان درتي واحد اللايف، واحد العرض، وراني ما بغيت نكتب ليك وما تكتبش ليا فيه، ما عرفتش علاش. وتنشكرك بزاف 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 على المتابعه ديالي، وهضرتي واحد الهضره في اللايف من الحق ديالي، وتنشكرك بزاف. وانا متابعك دائما، الا ما تفرجت معاك راني غير كنكون مشغوله ولا شي حاجه. شكرا لك بزاف، واللي يخليك بنياتك. وتنشكر جميع المتتبعين ديالي اللي راني كنتصل بهم في الواتساب وتنهضروا وتنتكلموا. تنشكركم بزاف وما نعطرش عليكم اخواني. دابا غادي ندير لكم نقدم واحد الوصفه الحريره الفاسيه اللي معروفه، الحريره البلديه العاديه اللي كنا كنطيبوا مطيشه، كنطيبوها على كذا حتى كطيب، عاد كنطحنوها. دابا غندوز معكم مباشره. انا كنحط وانا تنعد لكم. عندنا هنا الحمص، البوطه شاعله. عندنا هنا الحمص حطيناه ساعه الموضوع. بغيت نهضر دابا. هنا عندنا واحد الحيمات ها هما مقطعين. عندنا هنايا القزبر والمعدنوس والكرافس بالكونجياهم. عندنا هنايا سكينجبير، معلقه ديال السكينجبير كبيره. عندنا واحد المعلقه ديال الملحه. عندي واحد راس معلقه ديال البزار، لان الحريره ما كتبغيش البزار بزاف، دغيا كيبان فيها. عندي واحد جوج ضامات، وحده ديال السمن وحده ديال اللحم ديال البقري. راه هذه ديال السمن تتجي غزاله. دابا غادي نكب الماء باش ما تحرقش ليا ديك التوابل. صافي كبينا الماء ودرت هذه البصله هذه، فرقتها على جوج ودرتها، لان البصله ما كتبغيش تشحر. ما كنبغيش تشحر، ولا تشحرتي البصله كتبقى مع مطيشه كتبقى لك ملا. انا كنخليها حتى كتسلق، وغادي ملي غادي تطبخ الطنجره غنزيدها الطماطم هي، وغنحيدهم بجوج وغنطحنهم كاملين مع الطحين، لان البصله الا تشحرت كتبقى معزه في الحريره وما كتعجبنيش ديك الهبرات ديالها في الحريره. من الاحسن طحنوها. وعندنا هنايا العدس، غنخليه حتى طيب الحريره، حتى نص الطياب ديال اللحم وديال الحمص. عاد كندير العدس لان العدس كيخوى، كتبقى لا طبخ بزاف كيبقاو غير جليدات. حنا ما عندنا الغرض يبقى العديسه على كملها. صافي تندوز مع دابا غنصب عليها وغنخليها حتى طيب، باش غادي نخليها غتطبخ باش نزرق هاد المطيشه هادي. ومن بعد ملي غطيب راه غنحيد ديك المطيشه غنطحنها هي والطحين. دابا ديك المطيشه ملي طابت حيدتها، درتها في الهاشوار، ودرت عليها مطيشه معلبه المعجون ديال الطماطم، وزدت عليها الطحين وغنضربهم كاملين باش ندور الحريره. هاد الطريقه باش كتجي هذه ديال مطيشه طيبيها مع الحريره كامله، كتجي الحريره غزاله. هذه هي الطريقه اللي كنا كنطيبوا بها بكري. قلنا على والدينا، الوالده ديالي كانت كدير هاد الطريقه هذه، كانت كتجي الحريره غزاله. صافي بعد ما كتولي بحال البوماطه ها هي. دابا غندوروا بها الحريره. ملي حسينا بالحمص طاب، راه حنا زدنا ديك سميتها ديك العدس. صافي وكنخليوها الطبخ. خصنا نزيدو شويه ديال الماء. صافي غنزيدو شويه ديال الماء، حسيت بها بقى شويه قاصحه.
كتهبطوا العجينه عينكم ميزانكم. وغندوزو غنقطعوا واحد الكرافس حتى النهايه. ملي ديري العجينه ضروري تنزلي الكرافس. صافي دابا غنديروا الكرافس، ها هو درت عليه الماء وغنطحنوا حتى هوايه ونزيدوا عليها لان كيعطي واحد النسمه زوينه في المخبر. ها دابا كيولي، شتي كيفاش كيولي. ودابا زيدوه مع الحريره. صافي غنصبوه، ها هو صافي غنخليوها طيب. ولكن راه الحريره قد ما طابت باللحم والحمص وداك الشيء تخليها تطبخ، راه على الاقل خليها تقريبا ساعه وهي كتطبخ. مهلي البوطه، خليتها تطبخ ومهلي البوطه وخليها تطبخ مزيان باش كتجي الحريره طايبه وكتعطي واحد اللون ديال الحموريه غزال. كيتغير اللون ديالها بزاف. شوفوا اللون دابا ديال كيفاش داير، ولكن ملي غتطبخ بزاف وغتشوفوا اللون كيفاش غتولي. عاد كتعقر مزيان وكتحمر وكتعطي واحد اللوين وكتجي صحيه ما كضرش. دابا كما قلت لكم ملي كتطبخ بزاف شوف اللون اللي كتعطي الحريره. ملي تولي الحريره في هذا اللون هذا عارفين الحريره راه طابت صافي مزيان. دابا ملي طابت غندوزو واحد الرشه ديال الشعريه. شتي اللون ديالها كيفاش مشى ولا. طبعا نخليوها 2 دقائق لان دايره الشعريه الغليظه ما دايرهش الرقيقه. غنخليها 2 دقائق ونصيروا نطفي عليها وندوزو مع الشكل النهائي. ودابا هذه هي الحريره ديالنا هي سهلات. حنا درنا صبيناها في الطنجره في الصبيره باش نقدموها. ها هي كيفاش جات، شوف كيفاش اللون كتعطي وديك الريحه ديال داك سميتو داك هدا الكرافس اللي كتزيدو في الاخر كيعطي واحد الريحه طيبه بزاف بزاف. والى اللقاء فيديو قادم. راه ملخبطه معكم عارف الاذان المغرب والاسم كيوشد. يلا الى فيديو قادم ان شاء الله يا سيدي.